جيء لبيت مال المسلمين بتفاح كثير، وهذا التفاح قد أتي به إلى بيت مال المسلمين، فرأى طفل من أطفال عمر، طفل صغير، ولد صغير من أطفال عمر، فرأى التفاح، ما يعرف التفاح كأطفال المسلمين. ابن الخليفة لا يعرف التفاح كفقراء المسلمين، كان فقراء المسلمين يعرفون التفاح، لكن هذا طفل عمر بن عبد العزيز كان لا يعرف التفاح، فاشتهى التفاح، اشتهت نفسه التفاح، طفل صغير، فذهب فتناول تفاحة فرآه عمر ما مدت يد ابنه على أملاك وممتلكات المسلمين، ما مدت يده على حقوق الناس، ما مدت يده على حقوق الفقراء والضعفاء، إنما مدت يد طفله على تفاحة، فركض عمر فوضع أصبعه في فم طفله وأخرج التفاحة، فبكى الغلام. فلما أنفقها عمر وعاد إلى البيت قالت فاطمة: يا عمر لقد أبكيت الغلام، لقد أبكيت الغلام. فقال عمر: والله كأني وأنا أنزع التفاح من فمه كأني أنزع قلبي من فؤادي، ولكن هذا أهون علي من معالجة النار يوم القيامة. ولكن هذا أهون علي من معالجة النار يوم القيامة. لله درك يا عمر، الشمس أنت أم القمر؟ يأتيه والي من الولاة ليقابل عمر بن عبد العزيز في الليل، فأجلسه عمر يحاسبه، وكان عمر يأتي بالولاة من الأمصار ومن غيره ليحاسبهم أمامه، فأجلسه وقام عمر بن عبد العزيز وأوقد السراج، ثم نظر إليه وقال، وبدأ يسأل هذا الرجل: كيف هي أحوال بيت مال المسلمين؟ كيف حال الفقراء؟ كيف حال الضعفاء؟ كيف حال المسلمين؟ كيف حال الزكاة؟ بل سأله عمر قال: كيف حال غير المسلمين عندكم؟ كيف حال غير المسلمين عندكم؟ اليوم لا أحد يهتم بالمسلمين حتى يهتم بغير المسلمين. اليوم لا أحد يهتم بالمسلمين وبطونهم فارغة، فكيف سيهتمون بغير المسلمين؟ قال: كيف حال غير المسلمين؟ ويجيبه. فلما انتهى قال عمر، قال الرجل لعمر: أريد الآن أن أسألك أريد أن أسألك عنك يا عمر، أريد أن أسألك عن ثيابك الممزقة، أريد أن أسألك عن أبنائك الذين لا يجدون طعاما، أريد أن أسألك عن هذا الكوخ القديم. قال: انتظر. فذهب عمر فأطفأ السراج ثم عاد. قال الرجل: لما أطفأت السراج؟ لما أطفأت السراج يا عمر؟ قال: إن زيت هذا السراج من بيت مال المسلمين، فلما سألتني عن شؤون المسلمين أحل لي، ولما سألتني عن شأني لم يحل لي. إنك حين سألتني عن شؤون المسلمين أوقدت لك السراج لأن زيته من بيت مال المسلمين، ولما أردت أن تسألني عن شأني أطفأت السراج لأن هذا أمري وليس أمر المسلمين. كان عمر بن عبد العزيز لا يأكل إلا عدسا، فطورا وغداء وعشاء، فطورا وغداء وعشاء، حتى أن خادم عمر بن عبد العزيز مل من أكل العدس وجاء إلى فاطمة قال: يا فاطمة والله لقد مللت من أكل العدس. قالت: اتق الله، إن هذا طعام مولاك عمر بن عبد العزيز. قالت له: اتق الله، إن هذا طعامك الذي تأكل منه إنه طعام مولاك عمر بن عبد العزيز.
تأتيه امرأة تريد عطاء، يعني تريد مالا، عرفت أن عمر يوزع الأموال فأتت تريد عطاء، فسألت عن بيت عمر فدلوها، فدخلت عند عمر وخرجت، فما سألت عمر. فلما خرجت قال لها الناس: دخلت على عمر فما أعطاك شيئا؟ قالت: والله ما سألته أصلا. قالوا: لم لم تسألي؟ قالت: والله نظرت إلى حاله فاستحييت من نفسي، والله دخلت عليه فاستحييت من نفسي، رأيت حال عمر بن عبد العزيز أن حالي أفضل منه، فلم أطلب من عمر بن عبد العزيز شيئا.